أخيرا قربنا على افتتاح مركب مولاي عبد الله بالرباط. هذا الملعب التحفة اللي تم الإنشاء ديالو بشركات مغربية وأيادي مغربية، واللي استطاعوا يبنيوه خلال 14 شهر. وهذا الوقت هذا كان بالنسبة لهم كأنهم داخلين في رهان، يعني باش يوجد مركب السعة ديالو أكثر من 70,000 في ظرف 14 شهر، يعني شيء خيالي. هذا الوقت هذا بالنسبة لألمانيا، ناخذ مثال ألمانيا أليانز أرينا اللي هو الملعب اللي كتلعب فيه الباير. هذا الملعب هذا اللي السعة ديالو تقريبا بحال مركب مولاي عبد الله. هذا الملعب هذا تم الإنشاء ديالو في 4 سنين، والمركب مولاي عبد الله تم الإنشاء ديالو في عام وشهرين. يعني كان بالنسبة للشركات المغربية وبالنسبة للعمال كان تحدي، وهذا الشيء هذا ما كيزيدنا إلا فخر واعتزاز. ولكن حاجة وحدة اللي ما عجبتنيش وهي بالنسبة للأثمنة اللي داروا للتذاكر، يعني ما بقاتش في متناول الفقير. دوك الوليدات اللي كيعشقوا كورة كيبغيو يمشيو يتفرجوا في التيران ووالديهم ما في حالهمش، اللي كانوا كيمشيو يتفرجوا 30 درهم 50 درهم حتى 60 درهم. يعني هاد الأثمنة هذه ما بقاتش، يعني أقل تذكرة كاينة 100 درهم.